السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي. مكان بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات. خطوات سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بصلتين هنحطهم في الكبة هنضربهم جامد جدا. عايزاهم أنعم حاجة ممكن تعمليها عشان عايزين عصارة البصل. بعدين بننزل بثلاث ليمونات ونعصرهم 3 ليمونات وقدهم خل. يعني لو معلقتين ليمون مثلا هيبقى معلقتين خل. ومعانا رشة من الزعتر بإيديكي كده وتطحنيها كده بين صوابعك، تنزلي بيها. وبعدين ملح وفلفل اسود. ودي التتبيلة اللي هنبهر بيها البانيه بتاعنا. هنقلبهم كويس قوي وهننزل بيهم. عندك اختيارين، عندك يا اما تنزلي بمعلقتين او 3 من الزبادي، او لو عندك رايب برضو من معلقتين ل3 معالق من اللبن الرايب. وبرضو طبعا ده في الاول وفي الاخر حسب الكمية اللي من الفراخ اللي هنتبلها. وبعد كده بقى بناخد البانيه اللي احنا غسلناه كويس قوي وصفيناه من ميته، بننزل بيه على التتبيله اللي احنا عملناها. هنتبل كل الصدور بتاعتنا كويس قوي. ونحطها في التلاجة. لو مستعجله قوي مش اقل من ساعه، مش اقل من ساعه، لكن يفضل طبعا تخليه 4 ساعات او لغايه من بالليل لتاني يوم الصبح. وهنا هنخلص وهنحطه في التلاجة. مش هقدمه زي ما بنقدم كده. دايما بنقدم البانيه بتاعنا مع مثلا مكرونة بالصلصة. لا، احنا النهاردة هنقدمه مع الرز البسمتي. وطبعا سندوتشات بالكاتشب، يعني البانيه يعني أكلة معروفة وكل الناس بتحبها. بحب أشوح الأول البصل بتاعي في الحلة قبل ما أحط أي مادة دهنية. ده بيدبله أسرع وبيخليه يستوي معايا أسرع. بنزل بعد كده بالزيت ومعلقة من الزبدة، بشوح كويس قوي. وبعدين بنزل بمعلقتين توم مفروم. وبعدين بهارات الجافة. البهارات الجافة معانا عود قرفة، وليمون اللي هو الليمون اللومي، وحبهان، ورق لورا، وقرنفل. تاني البهارات: عود قرفة، ليمون لومي، حبهان، ورق لورا، وقرنفل. شوحي كويس البهارات مع البصل مع التوم اللي احنا حطيناه. وبعدين هنا بنزل بالبهارات الجافة: معلقة بهارات من الكبسة، معلقة كمون، فلفل اسود، بابريكا، وملح حسب الرغبة. شوحيهم هنا كويس قوي. وهنا بقى في جزء ما تصورش للأسف، ما تصورش يعني. بنحط معانا معلقة من الصلصة لتعزيز اللون، وطماطمايه او طماطميتين برضو ده حسب المقدار اللي هتعمليه بتاع الرز. مبشورين. بنزل باتنين فلفل حامي، او فلفل واحد حامي، او ما تحطيهوش، ده حسب الرغبة. وقرن فلفل رومي. وبنزل بشوحهم وبنزل بعد كده بالرز بتاعي. هنا انا هعمل الرز البسمتي من غير لحمه او فراخ. كنت عاملاه معاكم على القناه، الرز بسمتي بالكبسه بالفراخ. للي حابب برضو يشوفها يرجع للفيديوهات هيلاقي الوصف. بشوح كويس قوي. اهم حاجه الرز يا جماعه يتشوح كويس عشان تاخدي نتيجه مضمونه لاي رز. رز مصري عادي، رز بالشعريه، رز بسمتي، لازم يتشوح كويس قوي في الزيت او السمنه اللي انت حاطاه. وبعدين بننزل بالميه بتاعنا بمقدار الميه. وهنا خلاص الرز بتاعنا خلص، بنغطيه. ونيجي بقى لأهم خطوات آه، للكفر او للبقسماط بتاع البانيه بتاعنا. معاكي بيض حسب الكمية اللي انت هتحطيها. اهم حاجة البيض بتاعنا بنحط له ملح طبعا وفلفل اسود. وبنحطه في طبق كده يكون واسع يعني. ومعانا هنا البقسماط ومعانا دقيق. من اهم حاجه من خطوات البانيه بتاعنا عشان خاطر البقسماط بتاعنا ما يقعش ان انتي تنشفيه. دي تركه مهمه جدا، مش اي حد بيعملها طبعا. لان في ناس بتستسهل ان هي بتك تك تك وتخلص وتلاقي بعد كده البقسماط وقع. فدي من الحاجات اللي تنجح معاكي الكفر بتاع او البقسماط ما يقعش من على البانيه بتاعك. وبعدين بننزل بيه في الدقيق. ليه الدقيق؟ علشان خاطر يمنع الرطوبة، ما يبقاش فيه رطوبة فالكفر بتاعنا يقع من على البانيه بتاعنا. وبعدين على البيض، ومن البيض للبقسماط.
تاني بناخد البانيه بتاعنا بننشفه من التتبيله، نحطه في الدقيق، ومن الدقيق على البيض، ومن البيض على البقسماط. تاني بقى خطوة من الخطوات اللي تنجح معاكي، ما تسيبيش البانيه بتاعك بعد ما حطيتي له البقسماط تسيبيه ويبقى كله بقى كده عندك، ما هيبتدي بقى ان هو ايه، البانيه يشرب منك البقسماط، وتيجي تحطيه تلاقي الكفر وقع منك او البقسماط يعني وقع منك في قلب الزيت. لا، انت خدي على طول بعد ما تخلصيها وانزلي بيها في الزيت على طول. زيت يكون سخن، اوعي يكون بارد، لان لو بارد برضو هنا برضو من عمليات فشل البانيه بتاعك. كل دي تريكات، على قد ما تبان ان هي بسيطة على قد ما تنجح معاكي البانيه، يفضل معاكي الكفر بتاع البانيه سليم، ما لا يفك منك ولا تقع منك، تبقى سليمة زي الفل. شايفين بتنزل زي ما هي، زي ما حطيتها زي ما طلعتها، واخده اللون الذهبي الجميل. يا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا ما ينساش الاشتراك واللايك والشير كتير عشان القناه تكبر بيكم. ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات بالذات الشورتس دي ما شاء الله جايبه حاجات كتير، بس مش عارفه ليه مش بتشتركوا. يا رب يكون وصفه عجبتكم وتكون الفيديوهات خفيفه عليكم. شايفين الرز البسمتي واحده بواحده، لا معجن ولا ميه زياده ولا اي حاجه. امشي على الخطوات اللي احنا قلناها، هتنجح معاكي باذن الله. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا، شكرا جدا. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.